رحت على حادث مأساوي، السيارة متدمرة تماما يا اخوان. الحمد لله والشكر الشخص اللي بيها ما بي شيء. شوف الفيديو للاخير، ولهذا السبب جيت على مود اغسل التراك. عندي الانترا 2025، هاي السيارة مدعومة بيها. باي حادث يا اخوان، ما اعرف شلون رب العالمين، الحمد لله انه نجاه. فهسه لازم نسحبها، واكيد الشرطة موجودة. فالسيارة خلاص انتهت، يعني هاي السيارة من ايدك للزبالة. جماعة العراق اتونس اجتكم سيارة جديدة، احلى سيارة جماعة العراق، لايتات جديدة بعدها، زين كل شيء جديد. فهسه راح يبدي، لازم نداري لكم اياها بصراحة. اوه باعوا يا اخوان، والصاعد العمود هذا كله رايح، كله رايح. فنجي نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. فهاي شلون راح نطلعها؟ لازم نسحبها ونحطها على الشارع يا اخوان. بس الحادث، بس شوفوا للحادث يا اخوان، هاي السيارة صاير بيها من الدهية الثانية. ويلي يابا يا الله. يلا جماعة المزادات، المزادات اللي بالعراق تحضروا لهاي السيارة، راح اداريكم اياها مداراة مو طبيعية. تخيلوا ضاع ضاع ضاع. هاي تقول له عني ترى. اهم شيء الايرباج ما طاق بيها، ما طاق بيها. لا باع ريحة العطاب اللي بيها يا الله. راح اداريكم اياها مداراة خلاص. ماكو بس هذا الحل على مود ارفع السيارة بيها صراحة. ارفع على السريع خلاص. صعدنا السيارة بدون لا بريك ولا ما اعرف شنو، حتى بدون نيترول. راح اعطيكم الغراض مالتها على مود تتونسون. ما سابوليش غير دي عشان الدعم يا صاير بها يا الله. ولهنا ونوصل لنهاية الفيديو. لا تنسونا من اللايك وإعادة النشر والتعليق الحلو. نشوفكم فيديو جديد ومع الف سلامة.